اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني حبايبنا. عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. يا صباح الفل وصباح الورد ومساء الخير على اللي هيشوف الفيديو، او صباح الفل على اللي هيشوف الفيديو. صباح الرنجة، صباح الفسيخ، صباح كل حاجة حلوة ربنا خلقها لنا بتتاكل. المهم، ينفع احنا قلنا بقى ايه؟ احنا ما بناكلهاش اول يوم العيد. تفتكروا ليه؟ لاني بقى هقول لكم على حاجه كده. نسمي الله ونصلي على رسولنا الاول. فرشنا فرشه كده، مشمع من بتاع الاكل، وهنخش على الرنجه. رنجه يا سحر؟ ايوه رنجه. عملت 3 سمكات، منهم 3 اطباق، بكل طبق نوع مختلف وشكل مختلف. تمام لحد كده؟ تمام. المهم ما كناهاش اول يوم العيد. ليه يا سحر؟ لاني كان كريم جايبها قبل الوقفه بيوم، عازم صحابه، عازمهم على رنجه. سحر في حد بياكل رنجه؟ والله العظيم انا زيكم. اكتشفت ان زمايله جايين قرب المغرب، وقال لي انا عازمهم على رنجه، وهم اللي طلبوا. ويا ترى بقى لو شاف الفيديو ده هيقول ايه؟ انا بقى جبت ايه؟ جبت كيلو رنجه، وعملت منهم 3 اطباق حلوين قوي. وصدقني يا كريم، انت بتقول انا صرفت 400 جنيه. انا بضحك على يقول لي جبت ب 400 جنيه رنجة. لا مش مصدقه الكلام ده. لو شاف الفيديو ده طبعا هيقول لي ملكيش حل. المهم، نزلت بقى بال3 سمكات ونضفتهم، نضفتهم وجبت بقى ايه؟ بطاطس. عندي طبعا بطاطس، هحمر جنبها بطاطس، وهنعمل احلى شويه بطاطس بقى. ايه؟ شيبسي يا جماعه. لايك بقى وشير، واللي ما اشتركش في القناه ينزل ويفعل الجرس لسحر، عشان بحبكم في الله يا احلى متابعين مطبخ سحر. معلش لو كنت اتاخرت عليكم اليومين اللي فاتوا دول، فده غصب عني، لاني كنت ملخومه في البيت، والكحك والبدفور والبسكويت وتنظيف ومسيح وغسيل وحاجات كتير قوي توجعي دماغنا كتير. والله بحكي لكم على اللي حصل. المهم، حمرنا البطاطس تمام كده، وعندي طماطم خرجتها من التلاجة وفلفل. ترى تعملي ايه؟ ده بقى ايه؟ طبق اساسي من اللي انا هعملها بالرنجة. طبق هعمله بطماطم وفلفل، ماشي كده؟ كلام جميل طبعا. إيه، انا بضعف قدامها، مش عارفه بضعف ليه اما بنجيب سيره الرنجه وكده. بنحبها، نعشقها. إيه، المهم، انا جبت القلايه بتاعتي ونزلت بالرنجه بتاعتي، ويدوبك بس ايه؟ هسيحها كده ينزل منها، عشان لما اجي اقشر الجلد بتاعها ده يطلع معايا ايه؟ بسهوله. تمام لحد كده؟ تمام. قلبي قلبي يا حاجه، قلبي. شمين. ايوه، اقعدوا افتحوا الباب واقفلوا الباب، واحنا مش هنخلص النهارده، مش هنعرف نمنتج الفيديو ده. لو سمحت اقفل. المهم، الطبق القلايه بتاعتي خلاص انا شلت منها الرنجه، وهنزل مطرح ما شوحت كده الرنجه. نزلت بالفلفل بتاعي وبالطماطم، ولحد كده وتمام. لحد كده وتمام. القلايه التانية بحمر فيها البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. شايف بطاطس جميله قوي، فعلا 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 زي ما الوليه قالت لي. كانت في واحده قاعده بتبيع بطاطس في السوق، عماله تقول لي جميله خدي منها، ده ما بتتحرقش، ده طعمها حلو. انا بقى جبت بقى ايه؟ البطاريق بتاعتي، البطروخ بتاع الرنجة. طبعا هنعمله طبق برضه. بصوا الجلد بيطلع بكل سهولة. هنضفها بقى من الشوك. بصوا يا جماعة، في ناس بتحب تجيبها من عند الفسخاني جاهزة كده، متنضفة وكل حاجة. انا طبيعتي بحب اقعد زي ما انتوا شايفين كده، بحب اقعد انضف، ومش عارفة اقعد امسك فيها كده زي ما انتوا شايفين. ما كنتش اقعد انضف فيها كده ومزمز فيها كده، ويا لذيذ يا رايق. بصي، واحس كده في ايدي وكل حاجه كل حاجه.
لحد كده وتمام، لحد كده وايه وتمام. بصوا، واحنا نروح نجيبها ليه من عند الفسخاني بالشيء الفلاني وبغاليه اغلى من كده؟ طب ما احنا ننضفها يعني، واحنا ايدينا عليها نقش الحنه ولا ايه؟ لا طبعا. نضفي كده وقفي كده ودهولي الهدوم ودهولي كل حاجه حواليك. والله ما بدهول حاجه على فكره. المشمع اللي انا فرشاه ده بصوا بيتلم كله مع بعضه كده ونحطه في الزباله. مين بقى مين بقى بياكل الرنجه غير المصريين؟ اللي بياكل الرنجة غير المصريين يكتب لي في الكومنتات، ويا ريت اللي بيتابعني يعمل لي كومنت حلو. بصوا بقى، ده الطبق التالت. طلعنا البطاطس متحمرة، بصوا عمالة اعصر عليها ليمون، يا لهوي بقى مش قادرة. بصوا يا لذيذ يا رايق. بصوا الطحينة بقى، حطوا طحينة بقلب جامد. مش عارفة الطحينة جمدت ليه، مش عارفة. المهم نزلنا برضو منها شوية. الطحينة دي انا كنت عاملاها على ايدي يا جماعة والله، بقيت كل حاجة بعرف اعملها على ايدي، مش عارفة. بصوا البطاريخ بقى، قطعت عليها بصل بقى وعصرت عليها ليمون وطحينه بقى وبصوا مش قادره اقول لكم. وده الطبق التالت. يبقى عملنا ايه؟ من 3 سمكات عملنا 3 اطباق. طبق حطينا عليه ليمون وطحينه وزيت، ده طبق. الطبق التاني حطينا عليه البطاريخ بصل وليمون وطحينه. الطبق اللي احنا عملناه ده بالطماطم والفلفل، ومعانا بصل اخضر وجرجير وخيار. ومش قادره اقول لكم يا حلاوه الرنجه وجمالها وطعمتها. الله 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 الله. اتغدينا وقمت عملت بقى كوبايتين شاي انا وكيمو. بصوا كوبايتين شاي بقى في ال50، كوبايتين شاي في ال50، احلى كوبايتين شاي. انا قلت هشرب شاي بالنعناع، راح هو ايه اللي هتعملي ليكي اعملي لي زيي، مش عارفه كل حاجه يغشها مني ليه. المهم ايه رايكم؟ بصوا بقى شاي بقى، مش قادره اقول لكم. لازم نحبس بعد الرنجه لازم شاي. بصوا بقى على جمال كوبايتين الشاي وحلاوته.